استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في مقر إقامته في مدينة طنجة في المملكة المغربية. استقبل فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان. وتم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية واستعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين. عقب ذلك تناول الجميع طعام الغداء مع خادم الحرمين الشريفين رعاه الله. حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور عبد العزيز بن محي الدين خوجة، ومعالي نائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلة بن علي العقلة. كما حضره من الجانب السوداني معالي وزير الدولة مدير مكتب فخامة الرئيس حاتم حسن بخيت، وسفير السودان لدى المملكة المغربية سليمان عبد التواب، وعدد من المسؤولين. سلمان الوفا والبطولة، استبشري يا دار في حكم سلمان، ساس العدل راس الحكم والرجولة، أبو الفهد أخو الفهد طير حوران، سلمان الوفا والبطولة. استبشري يا دار في حكم سلمان، ساس العدل راس الحكم والرجولة، أبو الفهد وأخو الفهد طير حوران، سلمان الوفاء والبطولة. خادم بيوت الله للعز عنوان، والمجد يخضع له بعرضه